حدثنا فيلا بن شرارة شارب المليون سيجارة قال: عندما علمت أن التدخين ضار بالصحة فكرت آكل السجاير أو أبلعها، وأنا صاحب إرادة ضعيفة ومناخير كريفة ورئة مخيفة عاملة زي مواسير الصرف الصحي، هتطلعي إيه يا أختي وأنت بتكحي؟ فقررت أتجوز من عروسة وتبقى هي العروسة. فقالت حماتي بفر هانم: أنا مهر بنتي 20 ولاعة سخان وعايزك تولعها في ليلة الدخلة يا فنان. فقالت العروسة اللي هي العروسة: أنا أخش في شرايين القلب بقى، ما خليش ولا أورط في المنطقة، وأخش المخ بالمفتاح وما خليش حد مرتاح. مش كده يا مامي؟ فقالت بفر هانم: تسلم ايدك يا بنت الحرامي. فسمعنا صدى صوت سمع هص موت. فقالت المعلمة الشيشة الفبان: بنت المعلم تبغو قطران، بتتجوز عليا منيل وهي حتة عروسة وانا المعسل، وتشدني وتكركر وتضحك في قهوتك وتكركر، مش هتشوف مني ولا فب عشان تسيبني وتروح تحب، خدتني لي وسبتني اي. فقال لها العريس: خليك انا جاي. فقالت ام العريس الست قدرية: خليك يا ولدي قوي الشخصية، اكسب صحتك يا اسدين وخد نفس اكسجين. فقال العريس: خلاص انا بطلت وهشارك في مسابقة وفكرت، وشعار المسابقة: قال اقلع عن التدخين يا ابن الشاطرة تكسب علبة سجاير كليوباترا. فقالت الام: انت محتاج زرع ارادة حديد عشان تبطل تدخين يا عنيد.